ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ اول حاجه برضو بحب اشكر كل الناس اللي دعمتني في الفيديوهين اللي فاتوا. و... ودي حاجه والله العظيم بسطاني على راسي من فوق. ودي حاجه بتخليني ان انا كمان ايه، بسعى اكتر في الموضوع يعني. وان شاء الله بص يا جماعه، عشان برضو في ناس ايه عماله تقول لك انت راجل هجاص وي 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 وي، اللي هم البيب بيب. اول حاجه، انا لو راجل هجاص يا عم انت ليه تعب نفسك؟ ما يعني فاهم، بلاش تتفرج عليا، بلاش تتابعني، ولا انت سادي بتحب تعذب نفسك؟ فخلاص انا راجل هجاص ما تتابعنيش. تاني حاجه، عشان في ناس لسه جديده ما تعرفنيش هنا سواء اهلاويه او زملكاويه، لو انت دخلت حتى عندي على الفيسبوك، عشان الفيديو ده انا بحطه دلوقتي، بقيت احطه على الفيسبوك واليوتيوب، هتلاقي الحمد لله انا من ايام موضوع الكهرباء كل حاجه الحمد لله بتلاقي فيها، انا بتلاقي الله في معلومه انا بقولها. فمن ساعه حتى موضوع الكهرباء لما قلت ان الكهرباء هيتحاكم عليه وهيحصل فيه كذا وكذا، كل حاجه حصلت بالنص. موضوع الكهرباء، موضوع حسين الشحات، موضوع عبد الله السعيد لما قال حاجه على فلوسه، موضوع حسين الشحات والشيبي، موضوع الغابه بتاعت عبد الله، بتاعت رمضان صبحي اللي على نادي النادي الانجليزي بتاعه. فكل الحاجات دي يا جماعه انا كنت بقولها الحمد لله، ومحدش كان في الاعلام بيتكلم عليها، وكل حاجه كانت بتطلع صح. وانا من اول يوم لما قلت في ماتش القمه ان الماتش مش هيتعاد، والحمد لله حصل، وقلت ان احنا كده كده هناخد 3 نقط، وقلت السيناريو بتاع اللي بيحصل دلوقتي يعني. الحمد لله انا بقول حاجه يا جماعه، انا اصلا مش اعلامي، انا بس بقى انا ايه، انا عندي مصادر خلاص. وقبل ما حتى لما بعرف من مصدر فلان وعلان هنا، سواء هنا او هنا او هنا، بطلع المعلومه. انت بقى في فرق ما بين ان انا قلت معلومه مش عاجباك وداخل تشتم انت، الله يسهل لك، وفي فرق ما بين بقول انا بقول رايي الشخصي، ممكن ايه نتجادل فيه بس برضه باحترام. لكن انا بقول معلومه يا باشا انت يعني، انا اسف بس بتبقى الحمد لله الحمد لله بنسبه 99% بتبقى صح. واتحدى اي حد عندي على الصفحه، انا قلت معلومه طلعت غلط، معلومه انا ما بقولكش كرأي، في فرق ما بين ايه، بقولها تاني، ما بين معلومه ورأي. الحاجه التانيه في موضوع زيزو، انا برضو انا ما وعدتش الناس، ما قلتش ان زيزو هيتوقف ومش هيروح امريكا، لا. انا قلت ايه، انا بعمل اللي عليا، انا شايف ان مجلس الاداره عندي ضعيف، مش واخدين، مش بياخدوا مواقف، وي 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 وي. فانا بقول يا جماعه انا بعمل اللي عليا، وبعت جوابات، انا بعت 4 جوابات، وبقولها تاني اهو، للصفات لوزاره الخارجيه الامريكيه هنا، لوزاره العدل هنا. الناس عملت التاء براحتك. بعت جواب للسفاره الامريكيه وللقنصليه نفسها، اللي هو للقنصل نفسه. انا النهارده اترد عليا من وزاره العدل، مش هقول بقى هم قالوا لي ايه واعمل ايه بالظبط، بس والله العظيم اقسم بالله اترد عليا، وحطيت صوت حتى، صوت رد حطيتها، فالحمد لله في في ايجابيات. وعشان كده كمان انا بعت للفيفا، وبعت كمان الاتحاد الامريكي، قلت لهم يا جماعه حصل واحد اتنين تلاته اربعه. قلت لهم كده بص بص يا جماعه باختصار كده، بقول ايه، بقول يا جماعه ان زيزو معاه فيزا سياحيه، وعشان يجي يلعب في امريكا هنا ما ينفعش يلعب بالفيزا السياحيه. الفيزا السياحيه دي بتخليه يجي يزورنا فقط لا غير، يعني يجي يقعد هنا في امريكا يشوفنا، قصدي يتفسح بتاع. لكن الفيزا السياحيه ما تخلوش يلعب في اي بطوله عالميه، ودي بطوله عالميه، واي رياضي عشان يخش امريكا لازم معاه حاجه اسمها فيزا بي 1 اي. فهو طالما زيزو او غيره معهوش الفيزا دي فمش من حقه يلعب، بس ده باختصار بقى. وانا بقول بقى يا جماعه اتاكدوا ان هو معاه الفيزا دي لو هيلعب، او حولها له، او لو هو فعلا معهوش الفيزا دي وهيلعب بيها لازم يتوقف هو والنادي وكده والكلام ده كله. فكده اهو. غير بقى ده كمان بقول اساسا ان عقده يخلص يوم 30/6، فهو اصلا مش من حقه يروح النادي الاهلي الا لو فسخ تعاقده واخد فسخ خلاص نهائي. لكن طول ما هو لسه ما فيش فسخ فهو لغايه 30/6، مش زي ما الهجاصين الاعلام الاحمر الفاسد اللي بيقول لك هو عقده بيخلص يوم 5/6 مع نهايه الموسم. مفيش الكلام ده. لو كان مع نهايه الموسم كان قلتها السنه اللي فاتت، كان موديست كان كمل، كان فضل قاعد لغايه شهر 8. لكن ليه موديست مشي قبل الدوري ما يخلص السنه اللي فاتت؟ ليه مشي يوم 30؟ عشان هو قاعد بيقول كده اهو. ليه قبليهم اسمه ده، قلتها تاني وتالت اهو، في الجاني سياسي وبن شرقي واللعيبه دي كلها ليه مشوا يوم 30 ما كملوش الموسم؟ لان هي دي العقود اللي بتقول كده اهو. ليه النهارده لغايه دلوقتي الاهلي اخد قبل ما يلاعب ديانج اللي هو عنده لعيب عنده اساسي اعاره، اخد موافقه من الفريق بتاع السعودي عشان عقد بيقول كده. ليه ريال مدريد هو حاجه هو قصه تانية عالميه خالص، هو ليه ريال مدريد دلوقتي بيحاول يشتري العقد من ليفربول عشان يلعب ارنولد معاه، عشان عقده بيخلص من 30/6، حتى لو مفيش موسم، يعني حتى لو مفيش موسم العقد لسه اساسي. فهنا بقى في انت عارفين هنا طبعا هنا القوانين كلها ديك شفته البجاحه بتاعت لجنه التظلمات. فتخيل بقى الاتحاد بقى بيقول لك اصل العقد بيخلص مع نهايه الموسم. لا يا حباشا مش مع نهايه الموسم. اذا اصلا مع نهايه الموسم وعقد زيزو لغايه يوم 30/6، واخر قبض ليه في مرتبه المفروض اللي هو اللي هي فلوس يعني ياخدها يوم 1/7. يعني انا مثلا هو مثلا يروح يلعب في النادي الاهلي وانا كنادي الزمالك لسه بديله فلوسه؟ هل ده واقع يعني؟
فيا جماعه انتوا بقى ان الناس هنا مش بتشغل دماغها خلاص، او الناس بقى البيب بيب انا اسف ما عندهمش مخ ومخهم قد كده وبيخش التريقه وخلاص وبيهبلوا وبيرددوا الكلام زي ما هم رددوا الكلام. قالوا ماتش هيتعادل، قلت مش هيتعادل ما تعادش. وقالوا مش هيتخصم من هنا 3 نقط في الاول خالص، قلت لا هيتخصم 3 نقط وحصل. فحتى من كتر ما هو بيحصل اللي هم يا جماعه بيرددوا خلاص، قلت هم نفس الجمهور اللي الخطيب لو عمل اي حاجه يقول لك امين يا خطيب. رجعوا زي حنفي ولعبوا ماتش بيراميدز ورجلهم فوق رقبتهم، وبعد كده قال لك برضه انجاز خطير. فانا خلاص انا بس ايه يعني بقول لك قبل ما تخش حد تشتم يا عم شغل مخك، ما تبقاش ايه قليل الادب وغبي وما بتفهمش. فانا بس فهمت، انا بس دلوقتي اهو قلت الموضوع بتاع زيزو وبوضحه تاني اهو. انا مش ان خلاص زيزو هيتوقف، انا بقول ايه انا بعمل اللي عليا. والله عرفت اعمل حاجه خير وبركه، ما عرفتش خلاص. والناس اللي بتقول لك ايه منك لله انت بتاذي زيزو ليه وانا بسجنه، انا بدافع عن فرقتي. ولا انت لما انتوا كنادي اهلي بيفضل بياخد غرامات على اللعيبه وبيوقف اللعيبه زي ما حصل مع عبد الله سعيد لما اخدتوا عليه حكم ظالم هنا في مصر، حكم ظالم اخدتوا عليه ان هو يقف ما يعرفش يصرف فلوسه ساعتها، ده كان عادي صح، مش ظلم للنادي ومش ظلم النادي ما بيظلمش عبد الله سعيد وده حقكم عادي وبلاش افتراء. لكن انتوا حاجه ضدكم يبقى افتراء كده. انتوا يا جماعه في تناقض رهيب جدا في النادي الاهلي، دايما بتقولوا حاجات وبتعملوا حاجات تانيه ضدها. فعامه برضه ده مش موضوعنا، بس حبيت اتكلم في موضوع زيزو والسفاره، واتكلم في حته ان انا لا مش ظالم حد ومش بفتري على حد. انا بقول ان هو واحد ما ينفعش يجي يلعب هنا في امريكا بفيزا سياحه بس، ولو جه هيتمسك. وعلى فكره ومش شرط كمان ان هم يردوا عليها في حاجات، في حاجات اساسا هم خلاص بيعملوا عليها بحث ويعني ابحاثهم وكده، واول ما يجي المطار يتمسك ممكن يحصل يعني. فانا بقول ممكن. فانا بعمل عليها وخلاص. انا شايف عندي الاداره ايه، الاداره مش واخده حق يعني، مش مديه الموضوع ده حقه يعني. الحاجه الثانيه موضوع الماتش بتاع بيراميدز يا جماعه. الماتش بتاع بيراميدز يا جماعه ما ينفعش الزمالك ما يروحش. ليه؟ لما يروحش خلاص هتتحسب على طول 3 نقط. لا احنا مش عاوزين كده اهو. انت تروح الماتش دي بقى الخطه بقى الصح بقى، انت تروح الماتش وبعد تلت ساعه من الماتش اعمل اي بوليكه واخلع من الماتش. ليه؟ اول حاجه هيبقى ساعتها الماتش بتاع ده ايا كان بقى يعني مش هيكمل. فساعتها بقى انت ايه تروح بقى انت كده هتعمل بقى ايه. اول حاجه الماتش هيبقى لسه نتيجته مش محسوبه، وكمان هتطول في الماتش، هتطول في مده الماتش. الدوري هيبقى رسمي لسه ما خلصش. ليه؟ ان انت بقى ايا كان الرابطه هتقول ايه تضع انت عليه، وتروح للمجلس الامن والمجلس مش عارف القومي، وتروح للجنه الاولمبيه، بعد كده لجنه التظلمات. فكل ده ياجل الدوري. يبقى ايه بقى عقبال ما هم يحكموا في التلاته بونت نشوف احنا بقى ايه في الماتش بتاع بيراميدز ده، نشوف احنا بقى ناخد ساعتها بقى نفوته نسيبه نعمله نعيده براحتنا. خلاص بقى كل حاجه في ايدينا. وفي نفس الوقت يبقى الموسم لسه ممتد عشان زيزو يبقى رسمي نظم فهمي ما لعبش كاس العالم اهو حتى بدون عقد اهو. مش انتوا بتقولوا ان الموسم ما هو بالموسم؟ طب يا سيدي هو الماتش ما في لسه ماتش ما كملش وعليه قلق كمان غير 3 بونت اساسا بتوع النادي الاهلي. فخلاص تمام. ان انا بقول لك ال3 بونت بتوع النادي الاهلي احنا هناخدهم ان شاء الله، بس هم عاوزين يدوهم لنا على الاقل ايه يعني. انا كنت ده في الاول خالص يعني، انا قلت قلت بس هم عاوزين يضمنوا ان الاهلي يشارك في بطوله افريقيا. لان كده كده حتى لو الاهلي اخذ الدوري كان فرق فعلا 3 بونت ما بينه مثلا وما بين بيراميدز. خلاص مجرد ان هو حتى لو اخذوا دلوقتي الدوري اول ما هيجي قرار من لجنه من محكمه الكاس في الفيفا عادي الدوري هيرجع تاني للبيراميدز. بس اللي انا شايفه حاليا خلاص بيراميدز شكله خلاص مش هيستحمل الضغط وكمان حتى بص للجبروت يعني. النادي الاهلي عشان يلعب في بطوله افريقيا نهائي بيسيبوا له على الاقل اسبوع ما بين ماتش وماتش. لا ده حاطين هنا البيراميدز كمان ماتش النص يعني. في هيلعب في افريقيا في جنوب افريقيا مع سان داونز يوم تقريبا 24 وعنده يوم 28 ماتش في النص ويلعب يوم واحد. المفروض الماتش ده يتاجل لان المفروض في النص ما يبقاش فيه حاجه. طبعا ده لو كان النادي الاهلي كان لا حد يرجو كان الماتش ده حتى مش لغوه، كانوا حسبوه فوز النادي الاهلي. ده بقى الفرق ما بين اللي بقول لك الظلم اللي احنا فيه في الدوري وما بين القرف اللي احنا والعبث والقرف اللي احنا فيه ده. وللاسف الاداره بتاعتنا ما بتخش موقف بس طبعا ده حاجه بقى تخص بيراميدز فهم بقى براحتهم والله بقى عارف ياخدوا حقهم عارف ما فيش خلاص. بس بقول لك اهو بيحاولوا يحطوه تحت ضغط عشان ياخدوا منه يحاولوا يقعوه نفسيا ومعنويا. وهم بصراحه عرفوا يعملوا الموضوع ده مع بقى الاداء السيء جدا لاحمد الشناوي وحاجات كتير جدا يعني. مع طبعا شفتوا هتلاقي غلطات تحكيميه بالهبل علينا وغلطات تحكيميه سهله جدا ليهم. هو ده احنا اتعودنا على كده. بس للاسف احنا بقى عندنا اداره قويه ما كانش الهجص ده حصل. ما كانش احنا لو في حكم بيغلط بس في ماتش الزمالك بتلاقيه بيتعاقب. حكم بيغلط في ماتش الاهلي لا عادي جدا. والكره او الاخطاء متعه من كره القدم. دلوقتي بتبقى متعه لما حد بيغلط اللي حسابهم ده متعه وجزء من كره القدم. حد بيغلط معانا احنا لا ده قابض ومفوت وبنستين في 70. فده القرف وده الاعلام. عشان كده حتى عملت الصفحه دي والقناه دي دلوقتي عشان ابقى ضد الاعلام دي ودايما بفضحهم. والحمد لله كل معلومه بقولها بتطلع صح الحمد لله الحمد لله. ليه؟ ان انا ولا بتاع شو
ولا بتاع لقطه، ولا ما عنديش مصلحه، أصل انا مش اعلامي. انا راجل هنا، يعني انا طبعا مش يعني مش عايز اتكلم ايه على معلومات شخصيه يعني. بس انا بقول انا اللي بعمله ان انا بجيب المعلومه الصح وبدي الف المعلومه، عشان ما اخليش حد فيهم يجي يقول لي ايه انت راجل هجاص، انت راجل بتقول كلام غلط. مع ان سبحان الله كل الاعلاميين عندهم بيقولوا كلام غلط، وتلاقي الناس لسه مصدقاهم، الناس لسه مصدقاهم. ف فالملخص يا جماعه، انا قلت كده الموضوع بتاع زيزو، ان انا بعمل عليا حتى لو ما فيش امل، اهو انا بحاول اعمل اللي عليا لغايه اخر وقت. ده الموضوع بتاع زيزو. والماتش بتاع بيراميدز يا جماعه، ما حدش ما ينفعش ننسحب في الماتش، لان الماتش خلاص هيبقى كده. لا احنا نروح الماتش ونعمل، وبعد 20 دقيقه ننسحب بقى ولا نبوظ الماتش ونمشي. وساعتها بقى الماتش بيروح بقى اللجنه زي ما قلت لك، بيروح بقى يروح للاتحاد، والاتحاد يبعته للرابطه، والرابطه تبعته للجنه الاولمبيه، واللجنه الاولمبيه نفس الموضوع اللي الاهلي دلوقتي بيعمله. خلاص يبقى احنا لسه كده ايه في الموال ده، ونمد الموسم نشوف بقى الماتش هيتعاد مش هيتعاد، النقط هتتحسب لينا اللي بيراميدز، ونبوظ لهم الماتش رسمي نظمي فاهم، نبوظ البطوله خالص لغايه لما الدنيا تتحسب لينا في الثلاث نقط، او على الاقل الاهلي ما ياخدش البطوله ان شاء الله باذن الله. فده اللي اتمنى ده اللي يحصل، وان شاء الله. وكمان انا بعت كمان زي ما قلت، انا بعت النهارده باكد تاني اهو، بعت للفيفا وبعت للاتحاد الامريكي. وان شاء الله ان شاء الله اتمنى يعني انا لاي حد يرد عليا او في معلومه جديده يا جماعه انا هقولها. ولسه انا كمان عامل مفاجات حلوه ان شاء الله للنادي الاهلي، يعني طبعا مش هقول عليها دلوقتي عشان النادي الاهلي ايه ما ياخدش حذره يعني. فانا بعمل اللي عليا وان شاء الله خير. ولو ما حصلش حاجه اديني هو واحد هو باسمه عمل اللي عليه، ونفسنا بقى مرتاح كده يعني حسيت ان انا فعلا عملت حاجه للنادي ده. النادي ده يا جماعه اللوجو ده اللي هو احسن لوجو في العالم، ومخلي ناس في مصر مش قاعده على بعضها. فان شاء الله ان شاء الله الاداره بقى، اتمنى بقى الاداره بقى ايه يعني مش عارف من اسوء الادارات اللي جات لنا، اتمنى ان هم يمشوا، او لو هيكملوا بقى ايه يعني يقول لك ايه، بس مش عارف انا كل ما اقول ايه اتعلموا من اخطائهم ومحدش بيتعلم. اتمنى ميدو ملوش دعوه خالص باي صفقه، ميدو اخره يطلع يتكلم، لكن اختياراته كلها وحشه، اختياراته كلها زي الزفت، مش من دلوقتي من زمان. ودلوقتي اهو كل الصفقات اللي جابها صلاح مصدق كويس على ارضي، بس في الهوائي زفت الزفت، وخاصه اخر ماتشين. احمد الجفالي جاي ومصاب، مدير فني مالط جابه لنا. احمد حسام مش قد كده المدافع. اسمه ده محمود جهاد جاي بتاع فاركو، جاي برضه ما اعرفش لعب ماتشين بقيه السنه مصاب، فحاجه تقرف. الزمالك ما استفادش باي حاجه. وتحس برضه احنا عندنا الاداره ما اعرفش بيصدموا ناس، فربنا مش بيبارك لهم في شغلهم، في حاجه غلط. لازم بقى الناس دي قلت ايه يشوفوا كده هم بيعملوا ايه، ويتقوا الله في شغلهم، ويخافوا على نادي الزمالك، ويخافوا على التيشيرت ده وعلى الفريق ده يا جماعه. مش جايين اللقطه والسقطه والهق والمق. اتمنى يعني. وان شاء الله ان شاء الله يخير كل نادي الزمالك اللي جاي ان شاء الله. ماشي يا جماعه اشوفكم على خير، يلا سلام.